مش عاجبني. مش عاجبك ايه؟ امشي جنب الحيط. دي بقى من العبارات اللي ممكن تكون بتتكرر بشكل دوري جدا. انا ممكن اتفهم حد يقولها لي لو عايز يحذرني من خطر جسيم، حاجه هتاثر على حياتي او مستقبلي او كده. وانا هنا يعني مختار كلمه ممكن اتفهم، لان هي فعلا ممكن وممكن لا. لانه احيانا الخطر الجسيم ده بيتطلب ان انت تواجهه، مش ان انت تمشي جنب الحيط. غير ان احنا بنستخدمها في حاجات ما فيهاش خطوره ولا حاجه، يعني هي بنستخدمها في مواجهه اي مبادره او محاوله للتغيير. حتى لو في شغلك عندك شويه ملاحظات عايز توصلها لمديرك، اجراءات معينه هتحسن من اداء العمل، لازم يطلع لك حد كده يقول لك يا عم بقى كبر دماغك وامشي جنب الحيط. وفي عباره تانية بتقول مفيش فايده. دي بقى مش بس مكرره، دي متهيألي بنسمعها مره كل ساعتين. مفيش فايده مفيش فايده مفيش فايده، ومش عارف مين قال مفيش فايده يعني العباره دي برغم انها كلمتين اتنين كده صغيرين، بس هي تجسيد واضح للتشاؤم والاحباط يعني مرعب. اي مجهود هتعمله ملوش قيمه. يعني اي حاجه هتحاول تعملها لتغيير اي شيء مهما كان ملوش قيمه. مفيش فايده. الكلمتين دول او العبارتين دول زي العاده كده بندور على العامل المشترك بتاعهم. العامل المشترك ما بين الكلمتين دول سلبيه، سلبيه مفرطه. عايزين بقى نتكلم شويه في موضوع السلبيه ده وتاثيرها علينا واسبابها وليه وصلنا للمرحله دي، ان انا حاسس ان السلبيه دلوقتي يعني مرشوشه في الجو. فعلا فكره ان هما كلمتين صغيرين كده، وتحس ان هو ممكن واحد يقول لك ده كلمتين صغيرين، بس دايما الكلمات الصغيره دي ممكن تبقى ليها تاثير جامد جدا. وكمان بقت بتستخدم ساعات بطريقه من الكوميديا. يعني ان هو حاجه تضحك، مفيش فايده هنموت كلنا. مم. لا، مفيش فايده دي كانت بتقال في صحيح والناس بتضحك، بس هو مم. مفيش فايده. لو انا هتنشر السلبيه ما بيننا، يبقى كل مم. الناس حست ان مفيش فايده، خلاص ما حدش هيشتغل، ما مم. حدش هيساعد، ما حدش هيعمل حاجه، بدل حاسس ان مجهوده مش ملوش تاثير. انك تقول مفيش فايده دي، لا، هو في فايده، ما بقاش سلبي. مم. ما انتشارها ده، انتشارها لو شخص واحد بس هو اللي بيقول مفيش فايده، مش هيأثر تأثير، لكن دي فعلا كلنا. بقت كتير. ده بيعمل حالة من التشاؤم العام، يعني الكل بيبقى عنده تشاؤم تجاه كل الأحداث بقى، حاجات مهمة حاجات بسيطة، كل حاجة بيبقى فيها حالة تشاؤم دائم. بتخليك من جواك كده انت مش عاوز تعمل حاجه. احساسك ان مفيش فايده، او احساسي ان انا العمل اللي هعمله مش هيأثر في حاجه، لدرجه حتى الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك لا تحقرن من المعروف شيء. يعني لو واحد بيعمل حاجه بسيطه بيدي جنيه، في مم. ناس تقول لك يا عم هو الجنيه ده هيعمل ايه؟ مم. مم. لا، ما تحقرش، هو الجنيه ده هيعمل حاجه. مم. ان هو مش واحد بس اللي هيدي، مم. كذا واحد هيدي، هتفرق. في جزء تاني كده انه التشاؤم الدائم ده بيخليك لو انت عندك اصلا قدرة على ان انت تغير حاجة ما بتصدقش قدراتك دي، بتبقى شايف انه مش هتقدر تعمل حاجة. يعني انت ممكن يبقى عندك قدرات فعلا ان انت تغير شيء، تنتج حاجة، بس الكلمة دي تكرارها بيخليك تشك في قدراتك، ما يبقاش فيه ثقة في نفسك. غير تكرارها، ان فعلا لو في ناس كتير قوي ماشيين الجمله دي واخدينها زي شعار لحياتهم، وفعلا ماشيين بالسلبيه دي وما بيعملوش حاجه وما فيش فايده، فانت هتلاقي نفسك بتشتغل لوحدك حتى لو انت عندك القدره. مم. يعني في واحد ممكن يغير لوحده، مم. يعني في ناس فعلا ممكن تغير لوحديها، بس برضه مع احساس ان انا بشتغل لوحدي في المجتمع، مش شايف حد مثال تاني شغال معايا، مم. ممكن خلاص مش هشتغل. كنا مرة اتكلمنا على النقد البناء والهدام. في م- نوع تاني من الانتقاد أو النقد بيبقى غير مبرر كده. هو نقد للنقد، لأي خطوة أنت بتاخدها تلاقي حد بينتقدك، يقول لك ليه؟ م. لزومه إيه اللي أنت بتعمله ده؟ ده بيحبطك. حتى لو أنت عندك شوية طاقة إن أنت تغير حاجة، بتلاقي حد بينتقدك انتقاد غير مبرر، هو نقد للنقد يعني. احنا اتكلمنا عليها في الاول، قلنا انت اي نقد بيجي لك هيفيدك، مم. بس في واحد تحس ان قاعد عشان يوقف الناس، مش عاوزها تشتغل، عاوزها تتحول سلبيه زيه. يوقف المراكب السائرة زي اه، ما بيتقال كده، ايوه، اللي هي هو لا ما ينفعش انت ايه اللي اه. بتعمله ده. طب سيبني اعمل، يعني لو انت مش قادر تساعد، مم. سيب غيرك يعمل، يبتدي مم. يعمل الخطوه الاولى، يتحرك، ممكن حد يقلده. مم. لكن انت على طول، انت ليه بتعمل كده؟ انت تعب نفسك ليه؟ هو ده فعلا كده، ولا بقى نقد لا هدام ولا بناء، هو نقد بلا هدف. م. فده اكيد تحس هدفه اسوأ، ان عاوز يوقف الناس ان هي تعمل حاجه انها صح. تعمل حاجه وتلاقيها بتظهر قوي كتير قوي في نطاق الشغل. اي حد عنده فكره جديده، ابتكار جديد، بيتعب شويه زياده،
يقول له انت تعب نفسك ليه؟ امشي جنب الحيط. ما امشي جنب الحيط، انت هتغير الكون؟ دي كلمه بتتقال، هتغير الكون؟ انا مش بقول هغير الكون ولا المصلح، بس اكيد الكون ده مش هيتغير بواحد بس، بمساعدة ناس كتير. واحد جنب واحد جنب م. واحد الدنيا تتغير. احنا تقريبا دلوقتي كده متفقين انه السلبيه منتشره، يعني موجوده في المجتمع ومرشوشه في الجو، وكلنا قاعدين يعني بنشم سلبيه. هي جايه منين السلبيه دي؟ يعني ايه الاسباب اللي ممكن تكون خلتها منتشره الانتشار ده؟ يعني اكيد لكل حاجه ليها عده عوامل، مش عامل واحد. مش هقول لك السلبيه دي مثلا بسبب كذا، بس مثلا احد العوامل ان انت طبعا الناس اللي بتنتقد دي اللي عاوزه توقف المركب سير زي ما انت قلت، وساعات وسائل الاعلام، ساعات الاخبار الوحشه، تلاقي في ضغط جامد قوي على النماذج اللي هي السلبيه. يتسلط عليها الضوء جدا اه بشكل مستمر يعني. ايوه، ساعات بتبقى نماذج يعني مش عارف نصنفها ناجحه ولا لا، بس نماذج سيئه. مم. واحد ما غناش، واحد ما قالش حاجه، بيقول فن هابط او بيقول اي حاجه، وتلاقي الضوء مسلط عليه. ده تاثيره سلبي. سيريوس محبط جدا. محبط جدا لواحد بيجتهد بيتعلم بيفيد غيره وما تسلطش عليه الضوء. وما خدش تسليط الضوء ده او م. الشهره او تلاقي الناس متجهه بعد كده، بدل ما هي كانت بتحاول تبني وكده، يقول لك طب هيوصل له كلمه بقى ما فيش فايده، دي هيحسها. هيحس طب ما انا بعمل، واللي بيظهر الحاجه الوحشه. فدي وسائل الاعلام لازم تبعد خالص عن اظهار الناس دي. اظهر مثل، لازم المثل يبقى كويس مفيد، الناس تقلده. وفي امثال كتير، يعني في ناس كتير، انماط كتير، او ناس كتيره ليها نجاحات واثرت في بحث علمي، في تنميه بشريه، في مساعده الناس. هيسلط الضوء على الناس دي امور ايجابيه. طيب انما يعني احنا بنتكلم انه ممكن دور الاعلام في الجزء البرامج اللي فيها نقد دائم بشكل حاد من غير ايجاد حتى حلول او نقد يوصل للطرق التغيير بتاعتها، ده بيوصل ان الواحد يكون سلبي. مش هتقعد طول اليوم بتتفرج على حاجات بتوريك الحاجه الوحشه، وحتى بيقول لك ايه الحاجه الوحشه واسبابها. طب ما جيب لي الحاجه الوحشه واسباب تصليحها. يعني شوف الناس اللي هم عندهم خبرات ان هنحل المشكله دي ازاي. ما مش هتفضل حلول بقى. يعني ساعات بتبقى عندنا حاجه سلبيه ونقعد نتكلم عليها سنين. طب هو معقول هتفضل سلبيه طول حياتها؟ يعني من واحنا صغيرين تلاقي مثلا في سلبيه معينه، عدم نظافه الشوارع، تلاقيها لغايه دلوقتي لسه بنتكلم عليه، يبقى في مشكله. طب ما اتحلتش ليه؟ عشان احنا قعدنا نتكلم عليها، بنظهر الحاجه السلبيه، وكمان ساعات بنحولها لماده من الفكاهه، فالناس بتتعود عليها، تبتدي تتاقلم معاها. ليه؟ ان هي بتهرج. وقتها بيبقى مجال خصب ان الناس تقول جمل ونكت تنكت على انا دي نقطه من النقط اللي بتستفزني جدا الحقيقه من زمان، وممكن تزعل الناس. يعني انه حكايه ان احنا دايما بنوصف نفسنا بان احنا شعب دمه خفيف، وانه بيقدر يتجاوز كل مشاكله بالنكته والسخريه، ويسخر من حاله ويتريق ويهزر وكده. الحقيقه انا ما عنديش مشكله ان احنا نبقى عندنا السمه دي، سمه لطيفه ان احنا نهون المشاكل بضحكه بنكته بتريقه بتاع، بس هو لازم يبقى في المقابل في بقى خطوات لتغيير الحاجه اللي احنا بنسخر منها دي. لكن اما تبقى تعاملنا مع اي مشكله بالنكته بس، دي كده دم الخفيف هنا قلب لدم تقيل الحقيقه، مش خفيف خالص. صح. ان انا دلوقتي انا ممكن لما اعلق بطريقه ساخره او بنكته حتى عن موقف عشان اظهره للناس تبتدي تصلحه. مش احنا بنحس ان احنا بنخش في نفق مظلم، ان احنا بنتريق على الحاجه ونخش نتريق عليها اكتر ونجود، يعني مبدعين في حته التريقه دي، ونزود عليها لدرجه ان احنا خلاص بقينا بنتاقلم مع الموضوع ده، ان احنا بنستنى الحاجه دي تتقال، مش عشان نصلحها، لا عشان نقول فكره جديده، نكته جديده، مش فكره نصلح، لا فكره في النكته، في اللي بعدها. في جزء برضو بحسه بيبقى سبب من اسباب نشر السلبيه، انه ممكن انا يبقى عندي تجربه شخصيه ما جابتش نتيجه كويسه، فابتدي انشرها للي حواليا. يعني لو انا كنت بحاول اعمل حاجه وفشلت فيها، فاي حد الاقيه هيعمل الموضوع ده اعطله عنها واقول له خلي بالك دي مش هتنجح الحكايه دي. فنقل التجارب الشخصيه احيانا بيكون نوع من انواع نشر السلبيه. انت فكرتني، بشوفها كتير في مجال العمل. تيجي حد عنده مشكله في الشغل، فانت جاي تساعد في الحل، كل ما تيجي تبتدي تقول لا انا عملتها ومش هتنفع.
طب اديني فرصه، انا بحاول ابتكر. طب مم. خلاص ما دام انت متاكد إن مش هتنفع، ما تقعدش بقى تحت بطني، سيبني وشوفني انا ماشي ازاي. مم. هل انت مثلا بتقول لي عشان توفر عليا وقت؟ لا، انت بتقول وبعد كده ساعات لما تشوفني الخطوات تكون انت في خطوه عملتها اسرع ممكن شويه. انت تعمل خطوات مختلفه يعني فتجيب نتيجه بقى، مش شرط انه تجربته تتكرر. تتعمم وساعات فعلا بمشي بنفس الخطوات، هو بتبقى من سرعته او من كتر تكرار نفس الخطوات نسي تفصيله بسيطه، وفعلا لما بتمشي ساعات بتتحل. بتتحل م. ف يعني برضو احنا عايزين ننبه نفسنا ان احنا مش كل واحد عنده تجربه شخصيه معناها انها منزله، هي دي الناس كلها هتمشي بنفس الخطوات. يعني ممكن حد يبقى تجربته فاشله بس غيره يقدر ينجح فيها يعني. او بدل ما بتعمم التجارب السلبيه، حاول تعمم تجربه ايجابيه بحيث حد غيرك يستفيد بيها وينفذها، مش لازم اقول له الحاجات اللي تحبطه وتوقفه. بمناسبة تحبيطه والإحباط، واتكلمنا من شوية على الإعلام. في جزء يعني هو ليه علاقة بشكل أو بآخر بالإعلام، اللي هو الإعلانات. بما إن كل الأمور منفذة على بعضها، إحنا كنا بنتكلم على الطبقية والفجوة اللي بدأت تحصل بين يعني لخصت المجتمع شوية، قرب يبقى طبقتين بس وبيبعدوا عن بعض جدا. بنشوف إعلانات لمنتجات وفلل وقصور وحاجات بملايين الملايين، وفي غالبية عظمى من الناس استحالة توصل أو تقدر تحقق الهدف ده. ده برضو بيعمل إحباط يوصل لسلبية وإنه مفيش فايدة فعلا. فعلا لما يكون حد يعني بيعاني عشان يعني يوصل الحاجات الاساسيه لاهله وبيته ونفسه لمجرد أساسيات أكل اساسيات وشرب. فلما تيجي تكلمه انت بقى في رفاهيه زياده وتشوف اعلانات كتير، ده يعني اكيد ده بيأثر فيه، بقى تلاقي ارقام هو مش قادر يحوش اصلا او يطلع اي مبلغ زياده من مرتبه، بعد كده انت بتقول له على ملايين وتقسيطات. انت بتقول له يعني بتحسسه التقسيطات دي سهله ومش عارف، هي مستحيله بالنسبه له. فقط 20 مليون مقدم وبتاع فقط، دي لوحدها يعني تحبط اي حد، تحبط اي حد يعني. السلبيه من كلمتها معناها يعني انه حد ما بيتحركش، ما بيحاولش يغير، فتدي انطباع كده انه الشخص السلبي ده كامن وساكت. هو في الافعال المحبطه كامن وساكت، لكن في الحقيقه انه بيبقى السلبيه دي بتعمل توتر داخلي شديد جدا وممكن يوصل للاكتئاب. فاحنا عايزين برضو ننور انه السلبيه مؤذيه نفسيا على الصحه النفسيه، على الفرد وعلى المجتمع. هو بحس ان ممكن اقرب مثال نط قدامي كده دلوقتي اللي هو البركان. بركان الخامد ده بيبقى اكنه جبل كده ما فيهوش اي حاجه، لكن هو بيغلي من جوه، هو فيه لخبطه جوه. ما هو سلبي ما بيعملش حاجه، ما بيطورش من نفسه، ما بيعملش اي حاجه. دي من جواه بتزود له احباط، بتزود له، بتاثر على نفسيته. بيبقى هو حاسس ان ملوش اي اهميه. فدي كلها عوامل نفسيه من جوه، هو بيبقى من جوه عنده مدمر. قلق وتوتر ومحبط لانه ما فيش انتاجيه بتحصل ومفيش اي حاجه. فبالتالي واحنا ملاحظين انه فعلا نسبه الاكتئاب او الامراض النفسيه المزمنه بتنتشر برضه. فاحد اسباب انتشارها السلبيه النفسيه دي. واكيد ده بيأثر كمان على ثقته بنفسه. يعني اكيد سلبيته دي بتأثر على ثقته بنفسه وبتأثر على انتاجيته وبتخليه مش قادر يطور نفسه، هو هيفضل في الحتة دي. انا بحس ان السلبيه دي عدوى، ممكن نعدي بعض. يعني لو انت ايجابي وانا سلبي انا ممكن اعديك. انا بحسها فعلا. يعني صادفتها كنت في بيئه عمل، اللي هو بيئه عمل بيبقى مكاتب قريبه من بعض وقاعد شغال، وانا ما كنتش بتكلم كتير وقتها مع اللي حواليا، كنت مركز في حاجه بس سامعهم بيقولوا اخبار سلبيه. كل واحد ناقم على غلو سعر في حاجه، على تاثير التربيه على الاولاد، على كل واحد بيقول مشكله ممكن مش مترابطه ببعض. بس انا يوميها طالع كله ورا بعضه، طالع من الشغل حاسس ان في مخنوق. عارف اللي بيقول لك في طبقه على صدره وحاسس بضيق من غير ما انا قعدت اقول هو انا ايه اللي حصل لي وانا تعبان. وانا افتكرت بقى ان كل الاخبار السلبيه دي دخلتك في حاله نفسيه من غير ما انت تكون متضايق. يعني المشاكل اللي وقتها اللي كانوا بيتكلموا فيها مش مشاكل عامه، كانت مشاكل شخصيه وحاجات بعيده عني، بس اتضايقت. هو الحوارات اليوميه بالذات في بيئه العمل تحديدا، يعني خاصه لو السلبيه دي موجوده، انه الناس بتحبط بعضيها وكده. ففعلا لو في واحد
كان لسه موظف جديد وداخل وعنده طاقة إنه ينتج، وقعد يسمع الحاجات المحبطة دي كلها، حتى لو جوه الشغل بقى، مش أمور شخصية، حاجات جوه الشغل. لا يا الدنيا ما بيحصلش حاجة، ده احنا ما بناخدش مش عارف ايه، ده ما فيش حاجة بتحصل، ده كده هيتعدي وهيتحول لسلبي إضافي من في وسط السلبيين دول. انت ذكرت دلوقتي المثال بتاع انك في الشغل سمعت حوارات حواليك شبطتك وجابت لك يعني شعور بالضيق. بالضيق وكده. اكيد ده بيأثر بقى على لو بنتكلم دلوقتي يعني انت كفرد اتضايقت، فممكن انتاجيتك تقل بالشكل ده، ولا ايه الاخبار؟ هو أثّرت عليَّ، يعني ما أثّرتش عليَّ بس نفسيًا بس، لأ أنا حسّيت بتعب في يعني ضيق في الصدر كده، أكنك التنفس بقى صعب، مم. في حاجة مش مضبوطة. انت ممكن كده تاني يوم مثلا ما تروحش الشغل. لا، وممكن في واحد لو ييجي له مشاكل صحية فعلًا تبقى قوية، وفعلًا ممكن ما تروحش الشغل خلاص. ما أنا إيه اللي هينزّلني في البيئة دي بتأثّر عليَّ، باتعب. فده معناه انه ده ممكن يقلل الحماس قدرة على الرغبة في ان انت تشتغل وتنتج وتبقى نافع إمم. للمجتمع. فاحنا اللي دايما بنحاول نوصل له ان المشاكل دي ما بتبقاش بس تأثيرها على الفرد لوحده، هي تأثيرها على كل فرد، وبالتالي على المجتمع كله. ده معناه انه السلبية جوه الشغل ممكن يبقى ليها عدة تأثيرات بقى سلبية أخرى، إنه الإنتاجية ممكن تقل، الرغبة والطموح وإن أنت تتقدم وتوصل لمرتبة أعلى في شغلك هتقف، وممكن كمان تخليك غير متعاون مع زمايلك. أكيد يعني كل ده بيأثّر. أصل الإنسان مش بيدوس على زرار يفصل، هو مجموعة من المشاعر بيتأثّر بأي حاجة، فأي تأثير بتاعه هيأثّر عليه في البيت، هيأثّر عليه في الشغل، هيأثّر عليه، هيقتل الابتكار عنده. واحد جاي عنده حماسة وعنده اتقتلت بالسلبيات بالأخبار اللي سمعها، خلاص مش هينتج وهيأثّر. هتلاقيه راجع البيت، يعني التأثير بتاع السلبيات دي كلها هيرجع البيت مش قادر يضحك في وش أولاده، في وش زوجته. يعني الموضوع مش مقتصر بس على بيئة العمل، يعني مقتصر كمان على علاقاتك الاجتماعية إمم. بقى والأسرية. ده معناه إنه السلبية دي هتدخّلنا كمان في إنه الروابط الاجتماعية هتبتدي تتفكك. طبعًا دي بتخلّي الواحد يعني أولًا من كتر ما هو سلبي هيبتدي يتجه إلى العُزلة أكتر، عاوز يبعد عن الناس، ما مش عاوز خلاص. أنا عاوز أبعد عن أي حاجة تخلّيني أغيّر النمط اللي أنا ماشي عليه، تخلّيني أخُش في أي صراعات. فخلاص أنا هاعمل عُزلة وهاتقوقع على نفسي، هاقلل الزيارات، هاقلل العلاقات والترابط الأسري، هيبعد. ده لدرجة إن بتوصل ساعات في ناس اللي هي درجات الاكتئاب، اللي هو خلاص حتى كمان مش قادر يقعد مع الأسرة الصغيرة بتاعته، مش باقول لك العيلة مش مش قرايب ومعارف ولا يعني يسيب الأصدقاء والأهل إمم. والشغل إمم. وكله بسبب إمم. تأثير مرعب الحقيقة موضوع إمم. السلبية ده. إمم. يعني لمّا بنتعمق في الحاجة بنكتشف إنها إحنا فاكرين إن الموضوع من على الوش كده، إنه كل الحكاية إن إحنا ما بنتحركش لقدام وبس، لكن إمم. هي الموضوع أبعد من كده بكتير. إمم. أحيانًا كتير أمّا نواجه حد يكون سلبي بزيادة، فيقول لك لأ أنا واقعي، الموضوع مجرد إن أنا شايف الحقيقة المُرة. متهيأ لي في يعني فرق، أو الشعرة اللي ما بين السلبية والواقعية تفرق كتير. على ما أعتقد هي مش شعرة بقى، يعني ده خلطة أوراق. يعني زي ما بيقولوا خلطة أوراق. أنا عاوز أبدِّل المفهوم، أقول لك لأ أنا مش سلبي، هو سلبي وبينشر سلبيته ومأثّر على كل اللي حواليه، يقول لك أنا واقعي. طب أنا واقعي، الصح في الواقعية إيه؟ إن أنا أشوف الواقع بتاعي إيه، عشان فعلًا ما ابقاش حالم وعايش في المدينة الفاضلة. الواقع بتاعي إيه عشان أغيّره، مش الواقع بتاعي إن أنا بانشر سلبيات. أكيد الواقع بتاعي فيه حاجة إيجابية. إمم. طب ما ليه ما زي ما باذكر السلبيات دي، ليه ما باذكرش الإيجابي عشان نبتدي ننمّيه؟ إمم. والسلبي أذكره، مش باقول لك إني أخبّيه. إمم. اللي هو المثل بيقول لك ما تدفنش راسك في الرمل زي النعامة. هو النعامة تقريبًا دي مش وسيلة خوف، دي وسيلة دفاع، بغض النظر يعني النعامة بتعملها ليه. إمم. إحنا مش بنخبّي السلبيات، مش عاوزين نستخبى منها، إمم. عاوزين نظهرها بس عشان نصلّحها. إمم. مش هاظهرها عشان أظهرها وأقولها وأوصّلها للناس عشان الناس تتعايش معاها. صحيح، يعني هي مش شعرة فعلًا، هو لأ. في فرق كبير بين الواقعية إمم. والسلبية. السلبية تشاؤم يعني مُفرط وعدم رغبة في التغيير أصلًا.
الواقعيه انا بعرف المشاكل فين، بس بدور لها على حلول عشان اغيرها. فيعني هنا الفرق كبير. يعني اي حد بيخلط ما بين السلبيه والواقعيه لازم يعرف الفرق ما بينهم يعني. لازم واقفه مع نفسه. وكمان في ناس بقى بتوصل لمرحله ايه، شاف السلبيات وعاوز يغيرها، بس التغيير بتاعه مش عاوزه يمشي تدريجي، عاوز يوصل لمدينه فاضله فجاه. وهو ما فيش مدينه فاضله. يعني هو احنا برضه لازم نقتنع انه ما فيش مدينه فاضله. يعني في الحياه لازم هيبقى فيه سلبيات، بس احنا علينا ان احنا نحاول نغيرها يعني. ما هو ساعات لما بيحط النموذج اللي هو ما فيهوش غلطات خالص ده، هو بيديله سلبيه اكتر. انا عمري ما هوصل للشكل ده، عمر مثلا ما الدنيا هتتطور نوصل لدرجه ليه. يعني حتى اللي هو مش قادر توصل لكل ده، يوصل لجزء منه، يمشي واحده واحده وبالتدريج. يعني هتلاقي في كل حاجه برضو بنتكلم فيها عايزين نغيرها، عمرها ما تتغير في يوم وليله، هتبقى محتاجه تدريج وتدريب خطوه اولى وخطوه اولى عشان ناخد الخطوات اللي بعدها. اتعودنا ان احنا نحاول نكون عمليين، مش قاعدين بننشر السلبيه وخلاص من غير ما ندور على حلول. فاحنا عايزين بقى نبقى واقعيين ونفكر ازاي نواجه السلبيه دي، ازاي نحاول نغيرها. يعني اكيد في خطوات هتساعدنا في ان احنا لو اي حد فينا سلبي بيحاول يتغلب على السلبيه دي. اعتقد اول حاجه يعني احاول ابعد عن الناس السلبيه دي بقدر الامكان، او احاول اغيرهم. يعني احاول اولا اي اي حاجه ايجابيه الواحد يظهرها اكثر من مره ويشرح للناس ويوضحها بحيث الناس تستفيد بيها. السلبيات لو هي سلبيه حاجه شخصيه فرديه بتحصل لشخص واحد، مش لازم انشرها. ما هي حاجه خاصه بيا انا بس، مش لازم انشرها لبقيه الناس عشان ما تبتديش تدور عليها. زي دايما يقول لك ايه، كل البيوت فيها مشاكل. دي تحس الناس بتهون على بعض، وحتى اللي ما عندوش مشاكل يقول لك لا يبقى انا ادور على مشاكل. دور على مشاكل. يعني هو اكيد في امور سلبيه كتير، بس اكيد في جنبها اكيد مش كل حاجه سلبيه. يعني اكيد في نقط ايجابيه في حياه كل واحد مننا، بالتالي محتاجين نعظمها شويه ونكبرها علشان نشوفها، فتدينا يعني جرعه تفاؤل ان ممكن نزود الايجابيات شويه فنبتدي ناخد من السلبيات. ده حتى ربنا بيقول لك اما بنعمه ربك فحدث. يعني لازم احدث اقول انا ربنا انعم عليا بحاجات كتير. بالزبط. ليه ابص دايما على الوحش؟ يعني حتى كان مش عارف انا مش متذكرها قوي، بس كان في واحده اللي هو ايه، جوزها كتب ان السنه دي كانت وحشه جدا وصعبه جدا ومش عارف ايه، انه مش عارف كان حصل له فقدان لحد من اولاده، ومش عارف حصل له شلل في رجله. فمراته ما قرت المذكرات بتاعته راحت كاتباها بطريقه تانية، قالت ان في السنه دي ربنا نجى زوجي من جلطه. يعني هو جات له رجليه حصل فيها شلل بس نجاه من جلطه. هي بصت بنظره ايجابيه لكل اللي حصل. مش عارف حصل ايه لحد من اولاده، بس ربنا حماله بقيه اولاده. يعني انا مش فاكر القصه قوي، بس هي فعلا انا ممكن ابص لنفس الحاجه ابص لها من رؤيه تانية. مش بقول ان انا بخبي الواقع، بس فعلا انت الحاجه السلبيه دي مع ربنا نجاك من حاجات اكثر سلبيه حصلت لناس تانية. فبص دايما على الجانب المشرق ليها عشان تعرف ان كرم ربنا قد ايه، الايجابيات اللي جات لك قد ايه غير الناس تانية. قلت دلوقتي ان احنا هنحاول نبعد عن الناس السلبيه قدر الامكان يعني، او نغيرهم. هو التغيير عاده بيكون صعب شويتين ان انت تغير حد يعني، بس اكيد وارد. يعني بما اننا مش عايزين نبقى سلبيين يعني ممكن نغير الموضوع. بس انا شايف انه كمان الطف ان احنا نخلي في دايره معرفنا ناس اصلا ايجابيه. يعني من جور الايجابي يزداد ايجابيه يعني فعلا دي فعلا ممكن يعني مش نكتفي بس نبعد عن السلبيين. ولو احنا جمعنا كل ما بتبقى، حتى لو انت مجموعه اصدقاء وفيهم واحد سلبي، او يعني فيهم اكثر من واحد سلبي، وبعد كده جمعت حواليهم ناس ايجابيين، هيبتدي هي زي ما السلبيه معديه فالايجابيه معديه برضه. يعني بتطور الموضوع. يعني المجهود البدني، كل الدراسات الطبيه والنفسيه قالت ان هو ليه تاثير كبير جدا على الصحه النفسيه، وبالتالي هيغير فكره السلبيه دي. فانا شايف انه برضو احنا محتاجين نلعب رياضه، ودي غالبا حاجه بنقولها برضو في كل الحاجات. محتاجين نعمل مجهود بدني ونلعب رياضه ونمارس تمارين رياضيه، هنحافظ على صحتنا الجسمانيه والنفسيه كمان في نفس الوقت. زائد لو رياضه جماعيه كمان.
رياضه جماعيه هتلاقي الناس مشتركه معاك في نفس الرياضه ساعات في ناس يقول لك لا اصل احنا بنروح بنعمل نتخانق وبنزعق ومش عارف ايه، بس هي الترابط ده هو حتى انت هتبتدي تعالج المشاكل اللي بتحصل. طب احنا بنزعق ليه؟ نقعد مع بعض ونحاول نصلحها. مش خلاص احنا في سلبيه معينه في تجمع الكوره او في تجمع الرياضه، لا يبقى نبعد عن الرياضه، لا هنروح لسكه اكيد غلط. لا لو في سلبيه في حاجه نصلحها. الرياضه لا عملنا كذا نبتدي نحط لنفسنا قواعد اسس عشان نتفادى السلبيه اللي بتحصل حتى في الحاجه الكويسه. واحده من النقط برضو اللي انا شايفها حلول مهمه ممكن نكون قلناها في حلقه اداره الوقت اللي بيضيع مننا، حكايه ان احنا نحدد اهداف صغيره قابله للتحقيق وننفذها. بالتالي ده برضو هيزود عندنا شعور يعني بالثقه ان احنا قادرين نعمل حاجه، فبالتالي يقلل شويه من الشعور بالسلبيه الدائم. فعلا كل ما هتحقق هدف هتحس ان انت ابتديت تبعد عن السلبيه. لما تبتدي تحقق هدف صغير وهدف تاني خلاص انا هحس حكايه الوصمه بتاعت ان انا سلبي او الظروف سلبيه او اي حاجه، خلاص لا دي سهله، ده سهل الواحد يكسرها ازاي. بيبتدي خطوه واحده بالتدريج بشويه اهداف صغيره لغايه ما تبتدي تحقق الاهداف الكبيره بتاعتك. جميل. يعني انا محتاج اركز على الايجابيات اللي في حياتي، اديها اسلط عليها الضوء شويه، احوط نفسي بناس ايجابيه تشجعني، العب رياضه، واحقق شويه اهداف صغيره كده تفوقني وتعنشني وتخليني احس ان انا يعني اثق في نفسي شويه. طب وليه اتعب نفسي؟ طب ما افضل سلبي ليه؟ هو انت ليه احنا محسسين الناس ان السلبيه فظيعه؟ طب انا لو فضلت سلبي ايه المشكله؟ لا هو اكيد في مشكله، يعني اكيد في مشكله. انا يكفي حكايه الحاله النفسيه اللي احنا اتكلمنا عليها. يعني انت لو فضلت سلبي بالوقت هتخش في حاله اكتئاب. ففي تاثير على الصحه النفسيه، في تاثير على الانتاجيه، في تاثير على كل حياتك عموما كفرد كفرد في اسرتك الصغيره وكفرد في المجتمع. يعني انتاجيتك هتزيد لو انت ايجابي، فبالتالي لا هي مهمه. يعني مهم ان احنا نحاول نكسر العاده السلبيه دي. ده غير ان احنا لو قدرنا نكسر العادات السلبيه دي وبقينا ايجابيين، هتلاقي المجتمع بقى تعاون وفي شويه تسامح بدل الخناقات اللي بنشوفها كل يوم في الشارع دي. هتلاقي الناس بقت عندها نفس مفتوحه شويه انها تساعد بعض وتتعاون مع بعض. فلا في مشكله ولازم نوقفها ونقوم حالا من جنب الحيطه دي. عشان ايه؟ احنا يعني كده هنبقى قاعدين جنب الحيط.